اهلا يا عزيز، عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بالمره كده قلت يعني ايه ناخد فكره عامه كده عن السنون اللي ما احنا بنستخدمها في حقن العمود الفقري. تمام. بالمره يعني ممكن نفتح واحد محدش هياخد باله، وهو يعني تبقى فرصه ان احنا نتعرف على الباشمهندس ده. يعني ده سن اهو، شايفين ده الاسود واضح كده. تمام. الاسود ده بيبقى المفروض ان سمكه 22 جي، 22 جوج. تمام. ده بندخله، نستخدمه مع المرضى اللي عندهم وزن زايد شوية. ده سنه 12 سنتي، طوله 12 سنتي. شايفين الطول ده يعني رائع جدا. الطول ده رائع جدا ومناسب جدا لمريض اللي وزنه زايد. ده صناعة ألماني عظيم. في اضعف منه شويه واقصر منه شويه، اللي هو بيبقى الاورنج. تمام. بس ده محتاج جايدنس، هفتحه لكم دلوقتي برضو. جايدنس يعني ما ينفعش تدخل بالاورنج ده من مكان بعيد، واخد بالك؟ فبالتالي نستخدم دي ان هي توجهنا. يعني مثلا دي ضعيفه طبعا، فتحنا فباظ. دي ضعيفه خالص اهي، تنتني. فما ينفعش تدخل بيها وتاخد زاوية. لو دخلت بيها ما ينفعش تتحرك بيها جوه، هي تدخل مستقيم وتطلع، تدخل مستقيم وتطلع. انما لو دخلت مستقيم بعد كده رجعت ايه، خدت زاوية كده، لا ما ينفعش. فبالتالي بناخد دي. تمام. سن اصفر اهو. يعني مش عارف، ممكن تاخد بالك من الفرق، ده سميك شوية عن ده. بنحط دي جوه دي كده وتخرج كده. فبنعمل ايه بقى؟ دي اهي بقوم مدخلها في الظهر، وبعد كده واخد بيها زاويه كده، وبعد كده ادخل بيها زاويه، وبعد كده ندخل مين؟ دي. واخد بالك؟ شوف دخلت اهي مستقيم، بس في جايد، في مرشد ليها. دي ما بتنتنيش، صعبه شويه. دي بتبقى مقاس اسمها 20، دي 22. دي ما بتحسش بجرحها قد كده. عظيم. وبالنسبه برضو للجرح، بس نرجع كل حاجه مكانها عشان الموضوع ايه، يبقى محدش يتعور يعني. هنستخدم بخاخ. البخاخ ده بيبقى ايه؟ البخاخ ده بيبقى المكسب منه ان احنا ايه، بيبقى ساقع. بخاخ ساقع، واخد بالك؟ البخاخ الساقع ده بنستفيد ان هو يعني يخلي الجلد حاسس بالسقعة، ما تحسش ان السن يعني جرحه لا بيقل مثلا تحت ال50% احساسك بالسن، واخد بالك؟ طبعا الحاجات دي الالماني، دي الالماني. انت فاهم السنون دي تحسها عامله زي الكب كده. تمام. في بقى السن المصري، صناعة بلدي. السن المصري احنا بنفتح يعني هو باظوا، واخد بالك؟ مجرد ما فتحت انت بوظتهم بالمرة. شايف السن المصري عامل ازاي؟ هو ده. شايف السن التاني عامل ازاي؟ ده الفرق، دي مصري انما دي الماني. دي ما شاء الله دي بنفس سمك السن اللي هو بتاع السرنجات الصغيرة خالص. ده ما شاء الله يعني ما بينتنيش. ده تدخل مهما تروح بيه، يعني مثلا دخلت اهو في الجلد، هتدخل معاك العضلات، عايز تاخد زاويه تقوم واخد بيتحرك معاك عادي خالص، واخد بالك؟ وطبعا احنا ايه، ما ينفعش البنج العام، احنا بنشتغل فبنقلل شويه الاحساس بتاع الجلد اللي احنا حقناه. زي ما بقول لك الكولد سبراي او ايثايل كلورايد، ده مادة عظيمة خالص، بتخلي الجلد كده سقعان المنطقة اللي هتتحقن. فبالتالي مجرد ما تيجي تتحقن ما تحسش بإيه؟ بالسقعة، ما تحسش سوري بالسن. فدي حاجات بسيطة كده، فقلت يعني أشارككم الإيه؟ السنون برضو عشان تفهم الفرق في الطول، عشان نبقى قلنا كل حاجة.
شايف الفرق؟ دي 8.5 أو 9 إلا ربع، ودي 12 سنتي طول. دي بنستخدمها لو حد يعني اوبيز شوية وزنه زايد، ودي في الوزن الايه المعقول الرفيع اللي زي حالاتي كده. لو انا واحد رفيع كده بنستخدم الحاجة الايه الصغيرة دي. طبعا الموضوع ده مصري وده الماني وده مش عارف إيه. انا بصراحة ما قابلتش مشكلة من السنون المصري قبل كده، واخد بالك؟ ولكن يعني ايه، هي حاجات موجودة، منتجات برودكتس موجودة، فانت بتعرض على المريض والمريض هو يعني بيختار. وعادة المرضى لما بتقول لك يا دكتور مش انت ضامن اشتغلت الدواء اشتغلت طب خلاص زي اللي حضرتك شايفه يعني. فقلت اشارككم الموضوع يعني، واتمنى الشفاء للجميع. هي دي السموم بتاعت حقن العمود الفقري، حقن العمود الفقري. اتمنى الشفاء للجميع في رعاية الله.